مرحبا وكل عام وانتو بخير. أكيد أكلة الأعياد المفضلة هي الشيخ المحشي. رح نسويها اليوم، تابعونا. أول شي رح نغسل الكوسة منيح، بعدين رح نحفر الكوسة وبنتركها سميكة شوي. وهلأ بدنا نجهز حشوة الكوسة. حشوة أنا عندي رح بعمل نوعين حشوة، واحدة ببصل واحدة بلا بصل. نوع رح نحط بس لحمة مفرومة ناعم وحنحط فوق صنوبر، والنوع التاني رح نحط لحمة وبصل وجوز مفروم ناعم. وطبعا الصنوبر هون كنت عم حمصهم. بالنسبة للحشوة أنا بس حطيت لها ملح وفلفل، ما بحسها بتتقبل أي نوع بهارات تاني، بس ملح وفلفل. تستوي اللحمة والبصل عنا وتصير الحشوة جاهزة، رح نحشي الكوسة. هاي الكوسة بتنحشى منيح، مو مثل المحاشي بنترك فيها فراغ، لا هاي الكوسة بتنحشى منيح لأنها محشية لحمة. في كتار ما بيسكروا تم الكوساية، صراحة أنا بسكرها هيك، ما بحب إنه يطلع اللحمة من قلبها وبيتغير لون اللبن إذا طلعت الحشوة بقلب اللبن. ما نحشي كل كمية الكوسة، في عالم تقليها بزيت غزير. هلا انا من النوع اللي ما بفضل اقليها بزيت غزير، لا بحط معلقة سمنة بالقلاية وبقلي الكوسة وبتركها بغطيها وبتركها تستوي على مهلها، بقلبها على الوجهين، فما بقليها بزيت غزير، لا بقليها بسمنة، وبحس هيك افضل يعني، وحتى الطعمة بتطلع كتير اطيب. بعد ما نقلي الكوسة عندي أنا هون مي مغلية وفيها ملح، أكيد لازم يكون في بالمي ملح مشان ما يطلع الملح تبع الكوسة بالمي، وبتصفي الأكلة بلا ملح. فملحت المي وغليتها، وبعدين حطيت الكوسة بقلب المي المغلية بس لحتى تقلب قلب المي عليه. هون بنشيلهم، يعني نحنا ما بدنا نسلق الكوسة، لا لأن الكوسة أساسا بالقلي استوى يعني، فبس بدنا نغلي شوي المي عليه ونشيله ونصفيه هون. هلا بالنسبة للبن، أنا صفيت اللبن على المصفاية وحطيت 4 معالق نشا بودرة، ورح
دوبت النشا بالمي وكمان كتيتهم على المصفاية. أنا ما بحط بيض للبن أبدا، بعمله بهي الطريقة وبيطلع القوام بجنن. حط اللبن على النار، على نار متوسطة، ومنحرك باتجاه واحد لحتى يغلي اللبن. أكيد ما بننسى وقت يغلي اللبن بنحط ملح حسب ما انتو بتحبوا الملح باللبن. بعدين بننزل الكوسة بقلب اللبن وبنتركه ليغلي شوي. حضرت جنب الكوسة أكيد رز بشعرية، وهيك بتكون خلصت وصفتنا لليوم. ألف صحة وعافية.